زواج السلاطين العثمانيين من الجواري. اترك تعليقا: كان زواج السلاطين العثمانيين بالجواري جزءا من تقاليد الإمبراطورية العثمانية التي هدفت إلى ضمان استقرار الحكم وتجنب التعقيدات السياسية. السلاطين تجنبوا الزواج من أميرات أو نساء ينتمين إلى عائلات نبيلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحالفات سياسية قد تؤثر على استقلالية السلطة أو تسبب صراعات داخلية بين النخب. من خلال اختيار الجواري ضمن السلاطين الولاء الكامل لهؤلاء النساء، حيث لم يكن لديهن أي انتماءات سياسية خارج البلاط. كما أن الحريم السلطاني لم يكن مجرد مكان للنساء، بل كان مؤسسة مؤثرة تدار بشكل صارم، ولعبت النساء فيه أدوارا سياسية بارزة، مثل السلطانة خرم التي أثرت بشكل كبير في شؤون الدولة. الإسلام أتاح الزواج من الإماء ورفع مكانتهن إلى زوجات شرعيات، ما وفر للسلاطين مرونة في اختيار شريكات حياتهم دون قيود تقليدية. هذا الزواج أيضا ساهم في إنجاب أبناء يربون داخل القصر وتحت إشراف السلطان، ما ساعد على إعدادهم كورثة للحكم. بهذا النهج استطاع السلاطين العثمانيون الحفاظ على استقرار الإمبراطورية وضمان استمرار السيطرة على شؤونها دون التأثر بتحديات سياسية خارجية أو داخلية.